مش مجالها. طبعا في ديروت خدوا براءة. اقول لك النص، شكلك عاوز تعرفي النص. اتقال ان في حديث بيقول لا يقتل مسلم لكافر. طب جايز ده يكون سبب ايامها. احنا عن القانون المصري مش كده. لا وبعدين دي واحده يا جماعه، هذا الكلام اللي قاله القاضي برر بيه حكمه كلام شيخ فضيلة لا شيخ مستحيل لا مستحيل طيب مستحيل. ما فيش قاضي مصري يحكم بالقانون المصري. اكمل بس كلام عشان يبقى الكلام واضح. ما اصل هقول لحضرتك على حاجه. يعني كلامي. احنا ممكن نستمع لكل انواع التعليقات الا المعلومات اللي مغلوطه. لا يمكن قضاء مصري يا فندم. احنا القضاء. انا هكمل كلامي. طيب فضيلة شيخ الازهر دلوقتي قال العكس خالص. ما لحد دلوقتي احنا بنسال ليه اللي قتلوا 20 شخص في الكشح طلعوا براءة؟ ليه اللي بهدلوا ديروت طلعوا براءة؟ فشيخ الازهر كلام فضيلة شيخ الازهر هذا الرجل العالم عكس كل اللي بيتقال ده، عكسه تماما. والراجل بيطالب بالقصاص للمسيحي وبيطالب بالقصاص للمسلم. فاحنا بنقول ان تكرار ان ناس تقتل وتطلع براءة بيشجع على حاجة هتحصل أكتر. فإحنا متخوفين دلوقتي بنقول لو ما قدمش الجناه وفعلا خدوا محاكمات عادلة، وإن كان فيه عشان يبرئوا ذمة ناس حواليها إشاعات يبرئوها يثبتوا إن الكلام ده ممكن يكون في شيء مش صح، الناس دي براءة، يصدروا أحكام سريعة بحيث لما تكون الأحكام رادعة الأحداث دي مش هتتكرر. لكن لو الناس دي ما خدتش حكم ده النهارده الحدث ده هيتكرر بعد اسبوع بعد 2 في كل حته. هذه الجزئيه سديده للغايه، وده يمكن كان اكثر ما يلفت في مساله تواجد النائب العام. لو ان القانون يعمل في كل لحظه من البدايه للنهايه بالتاكيد هذه الاحداث كانت ستاخذ منحنى ووتيره اقل بكثير. ده خوفنا الوحيد على فكره. ونتمنى المعلومه اللي بيقولها يعني على فكرة هي مش معلومه يعني على فكره اقول لحضرتك معلومه غير صحيحه على الاطلاق على لسان احد الكبار في الدوله، يعني على لسان الاستاذ سمير مرقص في احد البرامج امبارح، وهو رجل متخصص في هذه الامور. يا فندم قال القاضي برر بده. يا فندم انا جبت يا فندم ده احنا احكام الاعدام اقول لحضرتك ده المفتي صدق على الاف احكام الاعدام لمسلمين قتلوا مسيحيين او غير او اولاد دينيين. يعني هذه المساله لا يجوز النقاش فيها. ده ما نتمنى، بس الكلام ده فعلا غير ان هو النهارده الصبح على فكره النهارده الصبح تحديدا على قناه الفراعين على لسان الاستاذ سمير مرقص. ما هو ده كلام مش مظبوط وخطير. انا برجع له لمصدره وخطير لانه انا مش عارف الحكم بتاع الكشح كان ايه. براءة. فإذا كان براءة يبقى لعدم ارتكاب الجريمة أو لأسباب إجرائية. ممكن تبقى براءة إجرائية. لا مش إجرائية. لا لعدم ثبوت التهمة على 20 شخص مش قادرين يثبتوا التهمة على واحد. دي قضية تندم مسؤولية الشرطة بقى أو المباحث. أبو ديروت برضه ناحية قانونية على قناة الفراعين على لسان الأستاذ سمير مرقص. ما هو ده كلام مش مظبوط وخطير. أنا برجع له لمصدره. وخطير لأنه أنا مش عارف الحكم بتاع الكشح كان إيه. براءة. فإذا كان براءة يبقى لعدم ارتكاب الجريمة أو لأسباب إجرائية. ممكن تبقى براءة إجرائية. لا مش إجرائية. لعدم ثبوت التهمة على 20 شخص مش قادرين يثبتوا التهمة على واحد. دي قضية تندم مسؤولية الشرطة بقى أو المباحث. أبو ديروت برضه ناحية قانونية. كل قضية ليها ظروفها. انما ما تقولش انه هو براءة لانه لا يقتل مسلم مش انا اللي قلت الكلام ده، قلت حددته النهارده في قناة الفراعين الصبح على لسان الاستاذ سمير مرقص. يا فندم ده الكلام ده بيسيء للي قالوه، بيسيء للبلد وبيسيء للشعب وبيسيء للمعتقدات. ما هذا ما نتمناه. هذا كلام يطبق كلام شيخ الازهر. ده ما نتمناه. هذا خرف. القانون المصري القاتل بيقتل، يعني ده ما فيهاش كلام. مش عايزه كلام دون اي دراسه لملته او دينه. انا بكرر تاني انما الجزئيه المهمه في كلام حضرتك هو اعلاء القانون، بمعنى يعني انه ما نخافش لا دول يزعلوا ولا دول يزعلوا. اي شخص يرتكب جريمه في هذا البلد يجب ان يعاقب. واكثر من هذا، انا لما كنت قاضي او كنت في المستشار كثيرا ما كنت أشاهد محامي قبطي
بيدافع عن متهم مسلم ومتهم والعكس. انا مش قادر اصدق اللي قال كده على اي قناه او اي مكان. ازاي طوعته نفسه ان يقول مثل هذا الكلام، وده هتلاقيه كله على الانترنت والناس تعتقد ما هو خطأ. انا معايا على التليفون نيافه الانبا كيرلس اسقف نجع حمادي. اهلا بحضرتك نيافه الانبا. اهلا بسيادتك. تعازينا الكبيره والعميقه. الله يخليك يا تيش، شكرا خالص. اتفضل سياده الانبا. اولا انا بشكر رجال الامن على تعاونهم معنا، وان الحاله الامنيه حاليا مستقره والهدوء رجع للبلد بالكامل. بس اللي بطلبه من الناس يشيلوا المخاوف من صدورهم. الناحيه الثانيه في موضوع الحادث اللي حصل يوم العيد، انا ما كنتش اعرف ان في حادث عشان ابلغ عنه مستقبلا. انما بلغت بعد وقوع الحادث وبعد مشاهدتي لمرتكب الحادث بلغت باسمه. يعني حاجه بتقول اللي ذكر على لسانك او في صحف او في اعلام. بص انا بصلح الكلام اللي اتكتب في الصحف اللي انا مش راضي عليه. في فرق بين انا بلغت قبل الحادث وفرق بين بلغت بعد الحادث. نعم. انا لو اعرف ان في حادث خطر عليا او على اولادي ابلغ عنه، انما انا ما عنديش خبر هبلغ بايه؟ تمام؟ انما لما حصل الحادث انا بلغت سيد مدير الامن والسيد مفتش امن الدوله بالحادث ومرتكب الحادث. يبقى انا ما عنديش روح التنبؤ اللي هقول بها مسبقا، انما انا بقول اللي حصل. يعني حاجه ما جالكش اي نوع من خطابات التهديد؟ ايه؟ ما جالكش جوابات تهديد؟ وانا لو جلبت جواب تهديد هاخده اطلع بيه طوال على مدير الامن والمفتش. لو جات جواب تهديد لو جاتني رساله على الموبايل مزد كنت خدتها وديتها. يعني طيب نيافة الأنبا سمعنا إنه البلد مليانة إشاعات من كل جانب، وإنه أقول لك كلمة. أولا المجتمع يا حمادي مش مجتمع عائلي، مجتمع أسر، وكلهم جايين متغربين على أساس يعيشوا. فكل واحد قاعد في وقت فراغه يتربى على المصطبة ويفتي زي ما يفتي. يعني هقول لك حكاية. امبارح طلعوا إشاعة إن المسيحيين حرقوا مسجد العديك اللي في نجع حمادي. ولا كان اتحرق ولا كان حصل له حاجه. راحوا مطلعين بعد كده ان في واحده مسيحيه بهجوره ماتت لما حرقوا بيتها، ودي اساسا عجوز كانت بتتدفى وماتت من خنجر القانون اللي عاملاه. فهنا لو مؤاخذه عندنا اشاعات كثيره من الفراغ الاجتماعي اللي موجود، مفيش ترابط عائلي، مفيش كبير عيله، والاهواء كل واحد قاعد يسمع. طب النهارده انت ما قريتش في النت لما قالوا ان انا ليا مرات ومراتي ماتت صلوا عليها الساعه 5؟ طيب نيافة الأنبا، أنا عارفة إن حضرتك كنت في القاهرة هنا في الكاتدرائية امبارح. أول امبارح أنا جيت جابت قداسة البابا وقعدت معاه، ورحت جابت السيد اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز حسن الدولة، ورجعت على نجح. طيب كان رد فعل قداسة البابا إيه نيافة الأنبا؟ رد فعل قداسة البابا لما سمع الموضوع واتفهموا بالكامل قال لي اتفضل اعرض الموضوع للمسؤولين. مش زي الاشاعات اللي طلعت واتصلوا بيا قداسة البابا هعتكف وقداسة البابا اعتكف، ورديت عليهم قلت قداسة البابا يوم الاثنين هيكون في القاهرة، وما قالش الراجل هعتكف ولا راجل قال عفو الصيام. احنا اللي عندنا مزاج عقل فاضي بنستهوي كل شيء. ومعروف ان قداسة البابا كل اسبوعين بيروح يقضي فترة في الدير عشان ظروف الصحية.